معايا مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي الأستاذ جمال جبر. أستاذ جمال سلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا أستاذ جمال؟ محمد، انتهت لجنة الكرة إلى قرارها بعد الاجتماع اللي انتهى من دقائق. كابتن عبد العزيز عبد الشافي مديرا فنيا، كابتن سالم حفيظ مديرا للكرة، كابتن محمد يوسف وكابتن ياسر رضوان مدربين، كابتن إبراهيم رياض مدربا لحراس المرمى، كابتن محمد أبو العلا أخصائي تأهيل. هذا الجهاز مستمر في مهمته حتى نهاية الدور الأول للدوري، وبكره إن شاء الله الساعة 1 الظهر في مؤتمر صحفي للجهاز الفني برئاسة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. طيب أستاذ جمال معلش نقول مع بعض تاني. الكابتن زيزو عبد العزيز عبد الشافي مديرا فنيا. عبد الشافي مديرا فنيا. تمام. كابتن سير عبد الحفيظ مديرا للكرة. تمام. كابتن محمد يوسف وكابتن ياسر رضوان مدربين. كابتن إبراهيم رياض مدربا لحراس المرمى. تمام. كابتن محمد أبو العلا أخصائي تأهيل. مهمة هذا الجهاز حتى نهاية الدور الأول للدوري. أيوه. يبقى تساؤلين. هناك لم يحل أحد بدل من كابتن عبد الحفيظ، دي مسألة ما زالت بحث القيد حتى الآن من قبل لجنة الكرة اللي هو كمنسق عام للفريق الأول. منسق عام للكرة. بخصوص الموقع كابتن عبد عبد الشافي مدير قطاع الناشئين، تم تكليف الكابتن عماد النحاس مساعد الكابتن زيزو للقيام بالأعمال خلال هذه الفترة. إذا أستاذ جمال أن هذا الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي مؤقت حتى نهاية الدور الأول فقط. حتى نهايه الدور الاول فقط حضرتك، وبكره في مؤتمر صحفي الساعه 1 الظهر للكابتن عبد العزيز عبد الشافي ان شاء الله لتوضيح كل الامور واللي خاصه بالمرحله الجايه باذن الله. ايضا مران الفريق بكره هيكون الساعه 9:30 الصبح، هيكون في اجتماع لجنه الكوره في حضور الجهاز الفني الجديد واللاعبين للاتفاق على كل الامور واليات المرحله القادمه ان شاء الله باذن الله يعني. باذن الله. طب استاذ جمال بالنسبه للجهاز الطبي للنادي الاهلي، الدكتور ايهاب كما هو؟ لا، الجهاز الطبي الحقيقه في تغيير في الجهاز الطبي، ولكن سوف يعلن عنه الكابتن سالم حفيظ مدير الكره خلال ساعه من الان. بس باكد لحضرتك وباكد للناس الساده المشاهدين، زي ما قلنا لكم هيبقى الانفراد عن طريق قناه النادي الاهلي. هي قناه الاهلي تنفرد بتشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي باذن الله. استاذ جمال باذن الله تعالى هذا الجهاز زي ما حضرتك قلت وتؤكد ان لغايه 31/12 هو هذا الجهاز هيعمل في النادي الاهلي ان شاء الله. هذا الجهاز مهمته لنهايه الدور الاول فقط. ما هي اللي هو بمباراه الزمالك 31/12 ان شاء الله باذن الله. باذن الله. وبعد كده لجنه الكره ترى بقى متى او تستعد للدور الثاني بشكل اخر كما ترى طبعا. وطبعا زي ما حضرتك عارف الوقت ضيق جدا، وطبعا لجنه الكره كان المساله فيها خيار صعب والبدائل محدوده جدا، واحنا في وسط الموسم والتغيير صعب في هذا التوقيت طبعا. لكن في النهايه يتخذ القرار اللي بالتاكيد هيخدم مصلحه النادي الاهلي. أكيد. وكل التقدير وكل الاحترام وكل الشكر لابناء النادي الاهلي، الجهاز السابق اللي ادوا دورهم على اكمل وجه، وجاء هذا الجهاز الحالي ان شاء الله علشان يكمل المسيره، وان شاء الله تدور العجله والنادي الاهلي لمزيد من الانتصارات والبطولات في المرحله الجايه باذن الله ان شاء الله يعني. باذن الله. هل في اي اخبار اخرى استاذ جمال تحب تضيفها لنا بعد القرار والانفراد بالجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي؟ والله انا حبيت مجرد نهايه الاجتماع اخلي قناه الاهلي تنفرد كما وعدت انت امبارح في برضه في المداخله معانا يعني. انما في الاجتماع ما زال لاحق حضرتك، وفيه هيبقى فيه ان شاء الله مداخله اخرى لتوضيح كل الامور اللي كسادة الجمهور يعني ان شاء الله. ان شاء الله خلال حلقتنا النهارده يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا استاذ محمد. باذن الله. اشكرك استاذ جمال جبر.